استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة الفيديو النهاردة هو عن نسخة ام اف واتساب فيرجن 3، الاصدار الثالث من نسختي انا وفرعون موميا. تمام. ده طبعا النسخة فيرجن 3. تمام، علشان الناس اللي بتتكلم في الاصدارات وكلام من ده، حابب طبعا اعرفكم ان النسخة مكان المتجر، النسخة كمان برابط مباشر ميديا فاير. تمام، ولكن النسخة بباسورد، يعني لازم انك تتابع الفيديو، هتلاقي الباسورد اتكتب قدامك على الشاشة، فانت لازم تشوف الفيديو بتركيز، هتعرف الباسورد ايه ان شاء الله. تمام. كمان النسخة معاك يعني بحجم 70 ميجا بايت فقط. تمام، هتحملها وهتشتغل على جميع الاجهزة ان شاء الله بدون اي مشاكل، النسخة ما فيهاش اي مشاكل. تمام. النسخة كمان هتنزل على كل النسخ اللي موجودة من نسخ او من اصدارات ام اف. تمام، لان كل نسخ ام اف يا شباب كلها مكان متجر، فكلها هتنزل فوق بعضها من غير اي مشاكل. تمام. بس قبل بداية الفيديو حابب اوريكم حاجة صغيرة جدا جدا جدا، تعالوا معانا. حابب اشكر كل اخواتي طبعا اللي كانت بتدعم القناة في الفترة اللي فاتت، وكانت على قدر المستطاع من المسؤولية، وكانوا بجد بجد بيدعموا القناة بكل الاشكال. اذا كنت بتعمل لايك، او اذا كنت بتشترك في القناة، او اذا كنت حتى بتشير الفيديوهات اللي بتنزل. فطبعا حابب اشكر كل الناس اللي موجودة. طبعا عيلة مايو ابلكيشن على ما اعتقد دي ان شاء الله باذن الله تبقى اكبر عيلة موجودة باذن الله في المحتوى بتاعنا، وان شاء الله اكون على قدر المستطاع ان اقدم لكم محتوى يعجبكم جدا جدا جدا. اذا كنت عندك فكرة شرح او نسخة معينة باشكال او اي حاجة تانية، اكتب لي في الكومنتات، انا بقرأ كل الكومنتات وبرد على كل الكومنتات الموجودة. يعني يا شباب بفضل الله ثم بفضلكم وصلنا 4000 مشترك، ان شاء الله في اقرب وقت نوصل 5000 مشترك، ونبقى كده عملنا المستحيل باذن الله يعني. الراجل ده صح الصح والكلام ده صح الصح. انت مال امك. ويلا بينا يا قلب اخوك بقى نشوف مميزات النسخة واضافاتها وايه اللي في النسخة الجديدة. تمام. طبعا اول ما تضغط على النسخة بتفتح معاك بالشكل العادي جدا ده. تمام. ده طبعا شكل الدارك، النسخة لونها اسود فابيض. تمام، زي ما انت شايف كده النسخة قدامك لونها اسود فابيض. تمام. طبعا بقى لو هنتكلم من جهة شكل الشات، فلو دخلت كده على شكل الشات عموما، ده شكل الشات يا قلب اخوك. تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده. حلو الكلام. طبعا ده الشكل الطبيعي العادي جدا لشكل الشات عموما. تمام، يعني هو ده شكل الشات، يعني انت هتحمل النسخة. تمام، هتلاقي النسخة معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، بدون اي مشاكل وما فيهاش اي مشاكل. ده طبعا شكل المسج العادي جدا برضو. تمام، شكل المسج بالشكل ده وباللون ده. تمام، المسج شفافة وشكلها كده جميل جدا، والنسخة كمان يعني معربة تعريب كامل، فالنسخة هتعجبك جدا جدا جدا. تمام. طبعا من جهة المميزات بقى، فلو جيت نتكلم على المميزات بتاعت النسخة، فالنسخة معاك فيها متعدد الحسابات. تمام، اللي هو الادر اكونت، ان انت تقدر تضيف يعني اكتر من رقم على النسخة. يعني لو انت معاك رقمين، معاك 3، تقدر انك تشغل الرقم على كذا، يعني على تشغل الارقام بتاعتك كلها كذا رقم عندك على نفس النسخة. تمام. ومعاك كمان هنا وضع الطيران، انك تعمل وضع الطيران للنسخة، ان انت لو مش عايز مثلا تستقبل مسجات من حد، او تكون مشغل النت عادي بس ما يوصلكش اي مسجات على الواتساب، بتعمل وضع الطيران للنسخة. تمام. ومعاك كمان وضع الدارك ووضع اللايت من هنا. تمام. وهنا عادي ميزة السيرش، انك تعمل سيرش كده مثلا لايه، لاي نمبر عندك وكلام من ده. وهنا طبعا الجمدان كله بقى في الثلاث نقط دول. فاهم الفكره؟ طبعا عندك زي ما انت شايف يعني كل حاجه معربه، سيتنج، الهابي مسج، الواتساب ويب، البي سي جروب، رساله لكل الجروبات اللي عندك، تعرف مين عمل لك بلوك، رساله الرقم طبعا مش متسجل، انك تراستر النسخه، التعديل على الشات، ودي الميزه الثالثه معانا، انك لو عندك مسج عايز، يعني لو عندك شات عايز تعدل على المسج بتاعتها. تمام، يعني حد بعت لك ازيك، تيجي تخش مثلا انت تكتبها اي حاجه تانية، فاهم الفكره؟ هتتغير معاك بدون اي مشاكل. عندك طبعا ميزه الرد التلقائي وجدوله الرسائل. وهنا طبعا الاضافات بتاعه الام اف بتاعتنا، اللي هي الاضافات اللي بتبقى موجوده في النسخ بتاعه ام اف عموما. تمام. وعندك هنا طبعا بقى الخصوصيه من فوق، وعندك هنا المطور، لو ضغطت على المطور هتقدر انك تتواصل معايا بكل الطرق. اذا كنت مثلا بالشات بتاعي، تمام، اللي هو رقم مايو للتواصل، هتلاقي لينك الشات اول ما بتضغط هتروح للشات بتاعي. تمام. او قناه مايو يوتيوب، اللي هي قناتي على اليوتيوب عموما، علشان تكون من ضمن الاسره الكريمه بتاعتنا، او من ضمن عيله مايو ابلكيشن. تمام.
وطبعا لو رحنا بقى ضغطنا على كلمة اضافات ام اف بالشكل ده، هتوديك على المود اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، ده المود اللي انت شايفه قدامك، ده مود النسخة. تمام، ده بيجيب لك الصورة بتاعتك اللي انت حاططها في البروفايل. تمام، ودي عموما الحاجات بتاعت المود مكتوبة قدامك وظاهرة كل حاجة: الحماية والخصوصية، سمات النسخة، اعدادات عامة، شاشة رئيسية، شاشة محادثة، التحديثات، الويدجت والاباوت بتاع النسخة. تمام، فلو رحنا على الحماية والخصوصية بالشكل ده، عندك بقى كمية زراير يا صاحبي مش طبيعية. كل الزراير اللي هتحتاجها واللي مش هتحتاجها موجودة في النسخة دي. تمام، اول حاجة كده نستفتح بيها حرق النسخة بمكالمة اللي هي الكول كراش، ومعاك كمان قطع النت برسالة، وانك زرار لو فعلته مش هتهنج قطع نت. تمام، وعندك هنا بقى حركة افكت في النسخة، تساقط تلج، وحركة ال 3 دي، وهنا طبعا دي المميزات العادية اللي موجودة في اي نسخة بلس. تمام، حلو الكلام. طيب لو خدت بالك هنا مكتوب زراير فيروس واضافات، ده لسه طبعا. اضغط كده، خش بقى على زرار التهنيج يا خصمي. كل دي قلب اخوك، الزراير اللي قدامك دي كلها زراير تخص التهنيج علشان ما تهنكش من اي حاجه. حد بيحفل عليك، عندك ضغط مسجات، انت من الناس اللي هي بتاعت الشير، بتفعل بعض الزراير منها علشان الضغط يخف على النسخه. هتلاقي النسخه معاك طلقه في الاستلام بتاع المسجات، وطلقه كمان لما تيجي تبعت. تمام، عندك كمان هنا الاضافات: تفكيك الريكورد بقى، ادمن فيك، اعاده توجيه تلقائي، تنزيل الادمن من الجروب. طبعا يعني اغلب الزراير يا شباب فيك. تمام، ما عدا تفكيك الريكورد. تفكيك الريكورد شغال 100%. تمام. وعندك هنا برضو اضافات: انك بقى علامه التوثيق، لو فعلت الزرار ده قلب اخوك هتلاقي الرقم بتاعك اتوثق. تمام، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. حلو الكلام. تمام، احنا كده يعتبر شرحنا كل حاجه في النسخه. طبعا لو ضغطت على السيمات من هنا ودخلت على تحميل سمات، لو انت مش عاجبك السيم الاساسي بتاع النسخه، معاك هنا كميه سمات مش طبيعيه، تقدر تثبت اي سيم منهم وتشتغل بيه على النسخه بدون اي مشاكل، والسيم هيشتغل بمجرد ما تضغط على كلمه تثبيت اللي قدامك دي. تمام. تمام، نرجع بقى كده ونعمل رسترة للنسخه علشان نشوف الزرار بتاع التوثيق. طبعا زي ما انت شايف الرقم بتاعك اتحط جنبه علامة التوثيق بالشكل ده. تمام، ولو ضغطت هنا بقى عشان نشوف النسخة بقى في الفيروس، احنا مش خد بالكم يا شباب ان احنا ما فعلناش الزرار بتاع الفيروس، يعني احنا ما فعلناش اي زرار تشفير فيروس، يعني ده مجرد احنا هنجرب التهنيج اليدوي للنسخة. انت كده هتجرب التهنيج اليدوي العادي جدا للنسخة. لو ضغطت مثلا على الفيروس بتاع الاشعارات الجديد، زي ما انت شايف مفيش اي حاجه، النسخه عادي جدا. ده انت كده خد بالك ان انت الفيروس ده من غير ما تفعل الزراير بتاعه الفيروس، احنا لو فعلناها النسخه مش هتتهز من اي نوع من انواع الفيروس الموجوده قدامك. تمام، ده فيروس الكتالوج مقصوص وكل حاجه جاهزه مفيهوش اي مشكله. فيروس سرعه جديد. تمام، نفس القصه برضو زي ما انت شايف كده، مفيش اي حاجه اسمها تهنيج، مفيش حاجه تاني اسمها تهنيج. النسخه ما بتهنكش من اي فيروس موجود زي ما انت شايف، وبنجري في الشات وكل حاجه. تمام، نفس الفكره برضو فيروس قطع النت. طبعا لازم بيحمل كده في البدايه، وبعد كده تلاقي نفسك بتتحرك في الشات طبيعي عادي جدا. تمام، طبعا يا شباب الناس اللي بتتكلم في ملف السرعه دوت اللي انا حاطه على النسخه، يا حبيب قلبي انا منزل الفيديو بتاع ملف السرعه دوت، تقدر انك تركبه على اي نسخه من نسخ المجال. تمام، ومنهم النسخه ديت زي ما انا ركبته كده قدامكم. تمام، وكل حاجه شغاله زي ما انت شايف. طبعا ده فيروس الخريطه، فيروس الاشعارات، اي حاجه من الحاجات دي فمفيش حاجه. طبعا كل ده يا شباب فيروس الخريطه الاصلي. تمام، مش فيروس فيك. وطبعا ده فيروس تهنيج نسخ المتجر. تمام، ولا اي حاجه، كونتاكت على يعني شويه فيروس كده بس، مفيش اي حاجه بتهنج النسخه. تمام، فيروس الايموشن الجديد نفس الفكره، مفيش اي حاجه، النسخه بتطير طلقه في الشات مفيهاش اي مشكله. كمان معاك الشات من هنا في تذكر فيروس، زي ما انت شايف تذكر فيروس شغال ومفيهوش اي مشكله. تقدر انك تحفل فيروس من النسخه ذات نفسها عن طريق التذكر ده. تمام، طبعا لو ضغطت من هنا على السيتنج نفس الفكره، السيتنج كل النسخه شكلها بسيط علشان النسخه ما يبقاش حجمها كبير وما يبقاش حجمها اوفر. فالنسخه زي ما انت شايف كده السيتنج بتاعها برضو بسيط، ما فيهاش اي مشكله، النسخه شغاله، النسخه معربه تعريب كامل زي ما انت شايف. تمام، لو ضغطت هنا النسخه بتغير في الوان الستوري وكمان في الخط. تمام، بتغير خط ايفون في الستوري.
تمام. وبكده يا قلب اخوك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبتك النسخه وعجبك الفيديو يا ريت ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله على القناه، وكمان تعمل لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر لكل الناس اللي تعرفها بتحب المحتوى ده او ما بتحبوش عشان تنضم لينا. قدم لكم الفيديو مس سفاح، والسلام عليكم.